أهلاً بيكم. النهاردة هنغوص في قصة مثيرة للاهتمام اسمها المشرحة، حكايات الظلام المجهول. القصة دي بتحكي عن خليل شغال في مشرحة، يعني شغله هادي وممل في العادة، بس كل ده بيتغير لما توصل جثة غريبة قوي. بالظبط، القصة بتاخدنا كده لعالم المشرحة بالليل، والمهم هنا إننا نشوف إزاي الرعب النفسي بيزيد خطوة بخطوة، خصوصاً مع الجثة دي اللي اتسجلت باسم مجهول الهوية. يعني البداية نفسها فيها حاجة مش مريحة. أيوة، وصول الجثة دي والقصة بتوصفها بشكل يخض. وش أزرق ومنتفخ، عينين بارزة، كأن حد غرقان. بس اللي لفت نظر خليل أكتر وكان مقلق يعني هو الصمت المسعفين. كانوا متوترين زيادة عن اللزوم. تمام، ودي أول علامة إن الجثة دي وراها حاجة. التوتر ده نفسه بداية القلق عند خليل، وبعدين الأحداث الغريبة بتبدأ تحصل على طول، يعني بعد وصول الجثة دي تحديداً. زي إيه مثلاً؟ خليل بيسمع أصوات مش مفهومة، أصوات غريبة جوه تلاجة الموتى، صوت زي زمجرة كلاب كده وضحكة تخينة. الأصوات دي هي أول مؤشر إن وجود مجهول الهوية ده فتح باب لحاجة تانية. وهنا الموضوع بيبدأ يبقى مرعب بجد. في نفس الليلة بيشوف حاجة زي جسم هلامي بيصرخ بس من غير صوت، وبيحس بحرارة غريبة جنبه. ولما يجي يمشي يحس كأن في إيد نار مسكت رجله. صحيح، والرعب مش بيسيبه في المشرحة وبس، بيلاحقوا لحد البيت. بيسمع صوت بيهمس باسم مجهول الهوية في الضلمة. تفتكري ليه الاسم ده بالذات؟ هو ده السؤال. الاسم نفسه بقى مصدر رعب، والأحداث دي ورا بعضها كده بتبني جو من الخوف والعزلة. واللي بيزود العزلة دي إن زميله العم محروس بيقلل من كل اللي بيشوفه وبيسمعه خليل، يعني بيعتبرها مجرد تهيؤات. دي حاجات بتحصل في شغلانتنا دي، وده بيخلي خليل يحس إنه لوحده تماماً في اللي بيمر بيه. ودي نقطة مهمة قوي، إحساس العزلة ده. تاني يوم الموضوع بيتصاعد أكتر. خليل بيواجه المسعفين تاني وبيكتشف إنهم كذبوا عليه بخصوص سبب الوفاة، كأن في سر حوالين الجثة دي. بالظبط، كأنهم بيخبوا حاجة. وبعدين خليل بيوصل لذروة الرعب بقى، بيشوف رؤية جماعية. كل الجثث اللي في المشرحة واقفة قدامه، يا ساتر، إزاي؟ أجسامهم سودة وعينيهم حمرة وشفايفهم بتتحرك بكلام مش مفهوم. مشهد يعني صعب قوي تخيله. وبعدين؟ بيظهر وراه كيان مرعب، ليه دراع أسود طويل وشعر كثيف وبيهمس في ودنه. مجهول الهوية. أيوة، نفس الاسم. وبعدها خليل بيصرخ وبيغمى عليه. ربط واضح جدا بكل اللي فات. الجثة دي هي المحور بتاع كل حاجة بتحصل، مش مجرد جثة عادية. ممكن تكون هي الشر نفسه، أو زي بوابة كده لحاجات خارقة للطبيعة بتأثر على خليل بشكل مباشر وشخصي. القصة لسه ما خلصتش. خليل لما بيفوق بيجي ياسر ابن العم محروس علشان يستلم الشغل مكانه. وهنا خليل بيعمل حاجة غريبة شوية، بيطلب من ياسر يحط جثة جديدة في التلاجة جنب مجهول الهوية، الدرج 178 جنب 176. كأنه بيعمل اختبار أو عايز حد تاني يشوف اللي بيشوفه عشان يصدقوه، مش كده؟ ممكن. وبيراقب خليل من بعيد، بيشوف ياسر بيبص بفزع لجوه التلاجة. وبعدين ايد سودا بتشده لجوه والباب بيتقفل عليه. يا إلهي، ده تأكيد إن الموضوع حقيقي. المفروض. بس هنا بتحصل المفاجأة الأكبر. خليل بيستدعي المسعفين بسرعة عشان يساعدوا ياسر، لكن لما بيوصلوا وبيفتحوا التلاجة مفيش أي أثر لياسر، ولا حتى الدم اللي خليل شافه. إزاي ده؟ اختفى تماماً. والمصيبة الأكبر، المسعف خريم واحد منهم بينكر إنه شاف ياسر أصلاً. بينكر؟ أيوة، بيقول لخليل إنه كان واقف لوحده طول الوقت وما كانش في حد اسمه ياسر معاه. لا لا، دي حاجة تلخبط خالص، ده بيقلب كل حاجة. هل كريم ده متواطئ؟ ولا خليل هو اللي بيتخيل كل ده؟ بالظبط. الإنكار ده بيرجعنا لنقطة الصفر. هل كل اللي بيشوفه خليل ده حقيقة موضوعية في عالم القصة، ولا هي تجربة ذاتية مرتبطة بيه هو وبجثة مجهول الهوية؟ وده بيحط مصداقية خليل على المحك تماماً. بقى في موقف صعب جداً، خايف ومحدش مصدقه، بل بيشككوا في عقله. يعني خلاصة اللي وصلنا له لحد دلوقتي تجربة رعب مكثفة جداً، جثة غامضة هي محور الشر، ظواهر خارقة بتزيد حدتها، اختفاء زميل، وإنكار تام من الآخرين. القصة هنا بتلعب على وتر حساس قوي اللي هو عزلة الشاهد على الرعب. لما تكون الوحيد اللي شايف الحقيقة المروعة دي ومحدش مصدقك،
وبنسيب القارئ أو المستمع مع أسئلة كتير معلقة. مصير ياسر إيه؟ وإيه حقيقة مجهول الهوية؟ وخليل هيعمل إيه وهو محاصر بين الرعب ده والشك ده؟ والفكرة الأخيرة اللي ممكن نفكر فيها، القصة بتستكشف ببراعة فكرة حدود الواقع نفسه. إيه اللي بيحصل لما الواقع المرعب لشخص واحد يصطدم بإنكار العالم الخارجي؟ هل ممكن يكون الرعب الفردي ده هو الحقيقة الأعمق؟ ده بيفتح الباب لتساؤلات كتير حوالين طبيعة الإدراك والخوف والمجهول. بالظبط، منطقة رمادية مخيفة جدا.